السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله معانا عربيه من العربيات المشهوره جدا المنتشره في السوق برضو جدا، الاكسنت، اللي هي الشكل اللي معانا ده من 99 تقريبا ل 2005 2006. ان شاء الله هنتكلم عن الموتور والعفشه وكل حاجه بالتفصيل في العربيه. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنعمل ريفيوهات العربيه بشكل مختلف غير الناس التانيين. ده اول حاجه بتقابلنا طبعا زي ما احنا شايفين الاير انتيك، اللي هي المكان اللي بيدخل منه مدخل الهواء للغرف الحريق بتاعه المحرك. وزي ما احنا شايفين بيبقى طبعا ده في صدر العربيه زي ما احنا شايفين، وداخل على الفلتر بتاع الهواء. وفلتر العربيه طبعا بالمسمارين دول تفك المسمار ده يمين وشمال، هو سهل جدا ما فيهوش افكار، تقدر تغير طبعا الفلتر بتاع الهواء بكل سهوله بنفسك. وزي ما احنا شايفين بعد كده بيخش الهواء على المكان بتاع بقى الكربراتير بتاعها، المنظومه دي كلها. وطبعا هنا هو برضو البوابه اللي بتدخل الهواء لجزء الاحتراق طبعا عشان يحصل الخليط اللي هو البنزين مع الهواء، فيقدر طبعا فيحصل طبعا الاحتراق. وزي ما احنا شايفين ده شبه الحاجات الجديده اللي في اللانوس اللي هي بتاعت بل في الاي جي ار. يعني انا حاسس ان هو شبه بل في الاي جي ار. هنا طبعا زي ما احنا شايفين دي ده السلك بتاع الدواسه بتاعه البنزين، بيخش هنا. هو طبعا لما بتدوس ان هو بيبدا ان هو يدخل هواء على الكربوراتير بتاعها، ويقدر ان هو بعد كده يعمل الاحتراق بتاعنا العادي وتزود بنزين، او ده الاكسلريتور يعني بتاعها زي ما بيقولوا بالانجليزي. وده طبعا بخر الزيت او فايز الزيت، المفروض ان هو بيخش على الجزئيه دي عشان البوابات بتاعه او الاكس بتاع الكربوراتير يتزيت من بخار الزيت اللي داخل العربيه. وهنوريه لكم برضو دلوقتي بشويه يعني بوضوح اكتر. زي ما انتم شايفين اهو جاي من غطا علبه التكهات او غطا علبه الكامات، بحيث ان هو يقدر يدخل بخار الزيت على البوابات بتاعه الكربوراتير، فيقدر ان هو يزيته يعني. بعد كده عندنا طبعا السيرفو بتاع الفرامل. الجزء ده كله الجزئيه دي كلها سيرفو الفرامل، والماستر الاساسي اللي بيدخل بيدي الزيت، بيوزع الزيت يعني بتاع الزيت الباكم او الفلويد سائل الفرامل على الاربع عجلات او الاربع مساطر. وطبعا تحت خزنه الباكم في الماستر الاساسي بتاع العربيه. وزي ما احنا شايفين هنا هو ده الفلويد اهو دوت 3، يعني النوع الزيت اللي بتاخده او السائل اللي بتاخده دوت 3. جنبيه هنا هو برضو، تعالوا كده نبص على الجزء التاني اللي جنبه دوت اهو خزنة الباكن بتاعت ماستر الدبرياج. طبعا الدبرياج ساعات بيشترك مع ماستر الدبرياج، ساعات لو على زيت يبقى بياخد من اللي هو الزيت الباكن بتاع الفرامل، او بيبقى ليه خزنه لوحده. هنا هوت في الحاله دي زي ما احنا شايفين هو ليه خزنه لوحده وعاملين له حتى ماستر اهوت، وهوريه لكم برده لما ننزل نشوف بقيه الاماكن في العربيه. طبعا هنا هوت ده طبعا البطاحات بتاعتها، وزي ما احنا شايفين تقدر تعمل لها تشحمها من فوق، زي طبعا العربيه الدوجن شاهين اللي عملنا لها ريفيو قبل كده برضو في الحلقه اللي قبليها على طول. طبعا منظور بصوا زي ما احنا شايفين كمية بقى اللي هي المواسير الحديد اللي خارجة من الخزنتين اللي بتوع الباكم دول. واحدة رايحة للماستر السيرفو، واحدة رايحة واحدة رايحة للماستر بتاع الفرامل، واحدة رايحة للماستر بتاع الدبرياج. طبعا دي المبينة بتاعة العربية زي ما احنا شايفين اهو، دي المبينة اللي بتوزع الكهرباء للاربع بوجيهات اهو، الاربع سلوك اهو، كل واحده خارجه على سلك من البوجيهات في صدر العربيه اهو، بحيث ان هي تقدر تدي شراره متناسقه. وطبعا زي ما احنا شايفين دي الغطا عمود الكمات، بحيث ان هي طبعا غطا بلاستيك. بدأنا في المرحله دي نبدأ نشوف الحاجات اللي هي حديثه شويه، غير طبعا العربيه اللي احنا كنا عاملين لها ريفيو قبل كده وكان فيها الشكل قديم شويه. زي ما احنا شايفين اهو، طبعا ده زي ما قلنا في الاول الانتيك اهو لحد ما بيوصل على الكربوراتير ويبدأ ينزل. وده طبعا اللي هنا اهو ده الفايز بتاع بخر الزيت عشان يبدأ يزيت الاكس بتاع البوابات بتاعة الكربوراتير، فيقدر ان هو يفتح
بسهولة. وطبعا ساعات بيبقى مشكلة، مش ما بيبقاش كويس، بالعكس ان هو بيلم تراب زيادة قوي. ده طبعا فرن الشكمان. الجزئين دول فرن الشكمان بتوع العربية، ولما هننزل تحت العربية كمان هوريكم السوستة بتاعة الشكمان والطريقة بتاعته كلها وعلب البيئة وكل حاجة. الجزئية دي طبعا الجزئية بتاعة السيور، مجموعة السيور. طبعا الجزء ده فيه سير الكتينة نازل تحت على طنبورة الكرنك، وطنبورة الكرنك طبعا هي اللي بتدي الحركة لكل الأجزاء دي كلها. طبعا دي حمالة الموتور. الموتور ليه طبعا 3 شيالات، في شيالة من الناحية التانية وفي شيالة تحت هوريها لكم، شكلها غريب شوية غير الحاجات اللي احنا متعودين عليها، بس لما ننزل تحت العربية برضه هوريها لكم. دي شيالة من شيالات الموتور، طبعا بتبقى يعني غالية شوية. ده طبعا الغطا بتاع الرادياتير. وهنا طبعا الرادياتير او دورة المية دورة مفتوحة، بتقدر ان انت تزود من الرادياتير نفسه، او تقدر تزود من القربة بتاعة المية، لان طبعا الهواء الفايز بتاع المية برضو او البخر بتاع المية بيطلع هنا اهو، يروح على القربة يتكثف تاني ويرجع لمية الرادياتير او يرجع للرادياتير نفسه. وهنا طبعا زي ما احنا شايفين، بصوا بقى دي، حاول بس اوضحها لكم شويه. دي الكوعه بتاعه الميه، او هنا سيرموستات الكوعه اللي بيقولوا عليها. اول ما طبعا العربيه بتوصل لدرجه حراره معينه، بتبدا الكوعه دي فيها زي سوسته كده تفتح، بحيث ان هي تدخل ميه في الاتجاه ده على الرادياتير، فتبدا الميه ان هي تسقع وتبدا ترجع تاني، او تنخفض درجه حرارتها وتبدا ترجع تاني للموتور، فيحصل عمليه التبريد. طبعا زي ما احنا شايفين هنا هوت الدينامو. والدينامو على فكره مكان وحش جدا، لانه زي ما احنا شايفين محطوط تحت يعني الموتور، والموتور كده كده بينشع زيت والدنيا تمام يعني، فلو اي زيوت دخلت عليها تعمل مشكله في الجزء ده. وزي ما احنا شايفين اهو الدينامو مشترك مع مجموعه السيور. من كل ده طالع طبعا من طنبوره الكرنك، هوريها لكم برضو بحيث ان انتوا يبقى عندكم فكرة عن كل الموضوع وازاي مجموعة السيور دي اساسا شغالة. هنا طبعا عندنا الكمبريسور بتاع التكييف، بس طبعا العربية تكييفها بايظ. ده الكمبريسور بتاع التكييف برضو مشترك مع مجموعة السيور من اللي طالعة من طنبورة الكرنك الأساسية بتاعة العربية. ده اللي انا بقول لكم عليه بقى، ده الماستر اهو. بصوا ده الماستر بتاع الدبرياج، واللي جاي منه اهو اللي احنا قلنا عليه جاي منه خزنة الباكم اللي هي بتنزل عليه هنا هوت اللي هو زيت الباكم، بحيث ان هو يقوم بعملية الانقباض والانبساط لما بتدوس على الدبرياج. وبصوا زي ما انتم شايفين انا بتابع لكم اهو الماسورة، بصوا طالعة لحد هنا واخدة من الجزئية دي، بحيث ان هي تقدر ده طبعا برضو البطارية هنا 62 امبير. البطارية بتاعتها ما اعرفش بقى كل العربيات اللي بجيبها 62 امبير ليه، بس يلا مش اشكال تمام. هنا طبعا ده الجزئية بتاعت الرادياتيل والكوندنسر بتاع التكييف قدام هنا اهوت. بس طبعا التكييف بما انه بايظ في العربية فايه مفيش مشاكل، احنا بس بنبص عشان نبقى عارفين كل حاجة. ده طبعا الموتور بتاع المساحات اهو، الجزئيه دي كلها الموتور بتاع المساحات، ومش عارف ليه مبينينه كده شبه الفيرنا، برضو الفيرنا حاطينه كده في الوش. ده البطاحه طبعا التانية، دي البطاحه التانية. وهنا بقى اللي احنا بنقول عليها دي طبعا السكترة اهي، اللي بنقول عليها في كل حلقه من حلقاتنا، عامله زي الاكورديون. انا الحلقه اللي فاتت قلت عامله زي البيانو، بس هي عامله زي الاكورديون يعني كده، بحيث تنقبض وتنبسط، فايه يمين وشمال تحود العجل بتاع العربية. هنحاول اوريها لكم برضو من الناحية التانية بحيث تبقوا شايفينها من كل الاتجاهات. الناحية التانية هي السكترة برضو هنبينها من هنا، وهنبين علبة الدركسيون اهو. الجزئية دي كلها دي طبعا بقية السكترة. وطبعا هنا هو الاكورديون ده او الكاوتشة دي تحتيها، بصوا عاملة زي الاكورديون كده اهو، تحتيها طبعا حاجة زي ترس كده. الترس ده هنا هو في ترس تاني بيحركه يمين وشمال، يعني بيحركه في الاتجاهات دي يمين وشمال، بحيث ان انت تقدر تحود العجل. وطبعا اخرها ماسكة في العجلة بحيث ان هي تتحكم في الاتجاه بتاع العربية. هنا برضو كنت عايز اوريكم العداد
بتاع السرعات. هنا بقى بصوا دي عقربة الفتيس، كل الحتة دي الجزئية دي كده كلها دي اسمها عقربة الفتيس، اللي هي لما انت بتحرك الفتيس بيبدأ ان هي يتحرك، تدي السرعات وتغير اللي هو النسب بتاعة التروس في الفتيس. طيب تمام كده خلصنا الجزئية بتاعة الموتور. تعالوا بقى نخش نبص على جزئية العفشة. وزي ما احنا شايفين طبعا العفشة الأمامية بتاعتها ماكفيرسون، والطنابير أو الأقراص الأمامية أقراص مهوية. طبعا الماكفيرسون اللي هي بيبقى مقص، وهنا بدأ يظهر الشكل بتاع المقص اللي احنا بنقول عليه الشكل المثلث، اللي هو ماسك هنا في العجلة، من الجزء ده في العجلة، ومن هنا ماسك في الأنطرة اللي ماسكة في جسم العربية أو ماسك في السب فريم. تعالوا نبص. أول حاجة طبعا هنلاقي الكوبلين أهو الخارجي. الكوبلين الخارجي ده ماسك في العجلة، وداخل طبعا كده هو ماسك في الفتيس، بحيث ان انت ينقل الحركة. طبعا العربية جر امامي. بعد كده تعالوا برضو لأول مرة بيظهر طبعا موضوع اتياش الميزان. وزي ما احنا شايفين تيش الميزان هنا ماسك من المقص للميزان نفسه. المفروض اللي احنا عندنا في الحاجات الجديدة يعني، او في الحاجات الاحدث من كده شوية، تيش الميزان بيبقى ماسك من الميزان لحد المساعد فوق، بيبقى ماسك في الجزئية دي. لكن هنا طبعا زي ما احنا شايفين ماسك من المقص للميزان نفسه. ده طبعا شكل المساعد. احنا شفنا طبعا شكل البطاحات من فوق، ده شكل المساعد كله اهو. بعد كده هو طبعا عندنا دي الجزئية دي اللي هي الكارتيرة بتاعت زيت الموتور. طبعا اوريكم برضو هنا ده طبعا عندنا الفرن بتاع الشكمان وهو نازل من الجزئية دي، والحتة دي اللي هي بتاعة سوستة الشكمان الجزئية دي. طبعا هنا زي ما بقول لكم المفروض ان هنا هو تبصوا الجزئية دي مش باينة في بعض العربيات الحديثة يعني، لكن مش عارف، انا حاسس ان هي مخليه العربية متينة شوية ومدياها زي ثبات كده او حاجة. هنا بقى تعالوا نبص على ترس الحدافة. ده ترس الحدافة او الفلاي ويل زي ما بيقولوا عليه بالانجليزي يعني، اللي بياخد الحركة من المارش او اللي هو الستارتر بتاع العربية. لو ما بتدور العربية، ترس الحدافة الكبير دوت بيبدأ ياخد الحركة ويبدأ يحرك الموتور. ده يعني ترس الحدافة ده عامل زي المانيفيلا بتاعت زمان يعني، هي دي اللي بتشغل العربية. وواضح ان البندكس او ترس البندكس بتاع المارش واكل منه اهو. نبقى نقول لصاحب العربية برضو ان هو ايه، متاكل شوية كده اهوت، وربنا يستر بقى. هنا طبعا الجزئية دي بس استنى هوريها لكم بوضوح شوية. ده طبعا الكوبلين الداخلي، ده الجزء بتاع الكوبلين الداخلي ماسك في الفتيس، بحيث ان هو ينقل الحركة من الفتيس للعجل نفسه، بحيث ان هو تبدأ العربية تتحرك يعني. هنيجي هنا برضو نحاول نوري لكم الجزء بتاع الطنبورة اللي احنا بنقول عليها طنبورة الكرنك. هي دي طنبورة الكرنك. طب ايه طنبورة الكرنك دي اللي جاية من الموتور نفسه يعني. البساتم، الاربع بساتم اهو بيحركوا عمود اللي اسمه الكرنك. العمود دوت هو اللي مسؤول عن تدوير الطنبورة دي. طب الطنبورة دي بتعمل ايه كمان؟ بتنقل بقى، بما ان هي مصدر حركة، بتنقل لكل الاجزاء التانية. طبعا ده الفلتر بتاع الزيت اللي هو الازرق دوت. وزي ما انتم شايفين كل السيول راكبه على الطنبوره دي. بصوا راكبين عليها سيرين، واحد رايح للدينامو تقريبا، رايح من الدينامو كمان اللي هي ترمبة المية، والتاني رايح للتكييف والكمبريسور بتاع التكييف والكلام ده كله. بس هنشوف برضو الموضوع، نحاول نتدخل شوية. طبعا الجزئية ديت بتاعت الاسكترا، اطراف الاسكترا ماسكه طبعا من ورا في العجله، بحيث ان هي تحودها يمين وشمال. وطبعا بنجيبها لكم باشكالها المختلفه في كل العربيات اللي عملنا لها ريفيوهات قبل كده. بصوا بقى، ده اللي انا بقول عليه. دي كده طنبوره الكرنك نفسها، او دي الفكره الاساسيه او المحرك الاساسي لكل الاجزاء دي كلها. هنا دي طبعا شداده بتشد بس السير اللي راكب عليها، دوت الكلتش بتاع الكمبريسور بتاع التكييف اللي هو اللي جوه ده. والسير التاني يعني سير طالع على الكلتش بتاع التكييف، وسير تاني طالع على ترمبة المية فوق اهي، وعلى
الدينامو تقريبا. مش عارف بقى فين الترومبه بتاعت الزيت اللي هو بتاع الدركسيون، يعني زيت الباور مش عارف بقى دي فيها باور ولا لا. تعالوا كده نبص برضو بصه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، بس انا مش شايف يعني حاجه للباور. مش عارف بقى، طب هي صحيح ما فيهاش يعني ترومبة باور ولا ايه، ولا ما فيهاش باور اساسا؟ دي طبعا منظومة الحركة الأساسية، وده طبعا اهو زي ما بنقول الكارتير بتاعة الزيت، وهنا الفلاي ويل زي ما بنقول. ده بقى الجزئية تقريبا دي اللي ماسكة شيالة الموتور التالتة أو شيالة الفتيس يعني الشيالة التالتة للجزئية بتاعة الموتور. اه ده اللي احنا بنقول عليه طبعا، ده هو الكوبلين الداخلي. بيبقى ليه طبعا برضو كاوتشه وكل حاجه، بحيث ان هي تحافظ برضو، لان هنا في جزء متحرك في الحته ديت، بحيث ان هو يحافظ على ينقل الحركه للعجله بره. دي طبعا المنظومه اللي احنا قلنا عليها، بس انا عايز ادور على الترومبه بتاعه الباور مش لاقيها. تعالوا بقى نشوف التعليق الخلفي، واللي بصراحه كان بالنسبه لي صدمه كبيره جدا، او مش صدمه بالعكس حاجه كويسه جدا. زي ما انتم شايفين بصوا، التعليق الخلفي تقريبا منفصل، هو مش مالتي لينك او مش متعدد النقاط، لكن زي ما احنا شايفين بصوا يا جماعه، يعني عاملين له مقص لوحده اهو في الفتره الزمنيه دي، وكانت العربيه تعتبر من العربيات القديمه طبعا. عاملين له بصوا اهو مقص منفصل، وماسك طبعا كل ناحيه من العجل ماسكه في جسم العربيه هي لوحدها. وهنا تيش ميزان اهو ماشي، والميزان اهو برضو ماسك ميزان مش تخين قوي، يعني مش محمل الميزان قوي يعني، بس مع ذلك في برضو ميزان عشان يبقى في جزء من الاتزان والاتصال ما بين العجلتين، ما يبقوش منفصلين تماما. ولكن يعني في الفترة دي انا عايز اقول لكم في عربيات 2022 وما فيهاش حاجة زي كده، او ما فيهاش التعليق اللي هو المنفصل دوت. فملاش ما شاء الله، يعني انا ان شاء الله في عربيه كمان جايه هنعمل لها ريفيو، عربيه حديثه 2022 ما فيهاش التعليق المنفصل ده. طبعا هو مش منفصل تماما. التعليق المنفصل طبعا بيدي راحه للراكب بشكل كبير جدا، لان كل عجله لو في مطب ولا حاجه هي العجله بس اللي هتطلع، مش هيبقى يعني جنب العربيه كله. فما شاء الله لا تمام جدا يعني في الفتره الزمنيه دي، وكان فيها تعليق منفصل كده. وطبعا زي ما احنا شايفين ده طبعا الجزء ده كده التانك بتاع البنزين، الجزئيه دي تانك البنزين بتاع العربيه، وطالع منه طبعا مش عارف بقى فيه كانستر ولا لا، وطالع منه ده الخزان، ده الخرطوم اللي بيملى الخزان. تعال نبص بصه كده، مش عارف فيه كانستر ولا لا، بس اكيد طبعا فيه كانستر، حتى لو حاجه بدائيه او قديمه شويه، بس اكيد في كانستر طبعا عشان يطلع بخر البنزين زياده، وما يعملش ضغط سالب او موجب داخل التانك. وده طبعا علبة الشكمان الأخرانية أو كاتم الصوت، علبة كاتم الصوت. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، واللي عنده أي أسئلة إن شاء الله يبعت لنا. وما تنسوناش بقى اشتركوا في القناة يا جماعة، 96% من اللي بيتفرجوا مش مشتركين، و3% من المشتركين بس. ما تنسوناش بقى باللايك والشير واشتركوا معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.